في حلقة استخبارات الفانزي النهارده كل سنة وانتم طيبين وموسم جديد وفرحة كبيرة كده وحماس كبير جدا داخلين بيه الموسم. كان لازم بقى يا جماعة نرجع مرة تانية ونرجع بحلقة استخبارات الفانزي النهارده اللي محضر لكم فيها كمية مفاجآت مش طبيعية. طبعا كل اليوتيوبرز وكل المشاهير وكل الأحباب موجودين معانا النهارده، لكن للأسف مفيش محمد أبو تريكة برضه. يعني مش عارف يا أبو تريكة إيه اللي حصل، بس إيه اللي حصل والله ليه بس زعلت من الفانتزي كده. برضه هو مش موجود معانا في هذه الحلقة، لكن طبعا معانا دوري فريق بين سبورتس وكل الاحباب موجودين، حتى كابتن وائل جمعه بعد ما ساب كده بين سبورتس وخلاص بقى راح مع النادي الاهلي طبعا. فيعني هو موجود برده معانا وبرده داخل في الليج ومشترك معانا. فان شاء الله باذن الله هنتابع كل المشاهير دول وكل الاحباب في حلقات استخبارات الفانسي ان شاء الله على مدار الموسم. لكن طبعا يا جماعه لازم تشتركوا في ليج كابتن نونو، حاطط لكم على الشاشه، وطبعا في لينك برده كمان في الديسكربشن. لازم تشتركوا. عايز اطمن ان كل احبابنا وكل المشاهدين كده يشتركوا في ليج كابتن نونو ان شاء الله باذن الله. هنحاول بقى نعمل مفاجآت المره دي ونعمل جوائز كمان. بوعدكم ان شاء الله بحلقه ناريه عن مانشستر سيتي وطبعا التحول بعد ما جوارديولا خلاص مشي، لكن هعملها بعد ما فتره الانتقالات الصيفيه تنتهي طبعا، علشان تبقى خلاص الفرقه قوامها واضح ومين بقى اللي جه، انزو فرنانديز جه ولا ما جاش. ففي كل الاحوال ان شاء الله هعمل لكم حلقه قويه جدا عن مانشستر سيتي، مستقبل النادي ان شاء الله بعد ما جوارديولا مشي وماريسكا وكل القصص الجميله دي. انتظروا الحلقه دي باذن الله بعد فتره الانتقالات الصيفيه. بدون كلام كتير بقى يلا بينا نخش علشان نشوف تشكيلات كل المشاهير وكل اليوتيوبرز وكل احبابنا كده في هذه الحلقه اللي يا رب كده تعجبكم زي كل حلقه. ويلا بينا نبدا حلقه. اخباركم يا شباب وعاملين ايه؟ الحلقه النهاريه اللي يعني كتير من الاصدقاء الحقيقه بعتوا لي كده يسالوا ايه الاخبار وهتعمل استخبارات السنه دي ولا لا، وانا طبعا ما اقدرش يعني اتاخر عن كل اصدقائي وكل احبابي. والنهارده حلقه استخبارات الفانتزي وبسرعه كده علشان بقى معانا فرق كتير النهارده. يلا بينا على طول نخش في دوري فريق بي ان سبورتس. دوري فريق بي ان سبورتس اول حاجه، وكل الطلب يعني ودايما اصدقائنا بيسالوا كتير جدا على هذا الليج. وزي ما انتم شايفين كده عادل الشطي طبعا لاعب التنس المشهور والخبير والمعلق الجميل طبعا هو الاول في هذا الموسم. يعني هو اول مره يخش اصلا في الفانتزي وفي القائمه بتاعه الاصدقاء، وطبعا جاب 80 نقطه في هذه الجوله. عندنا مشاري الخزيم كمان في المركز الثاني 69 نقطه. الموسم الثاني الحقيقه مشاري الخزيم كان عامل موسم برده ممتاز الموسم الماضي. محمد سعدون الكواري بقى بادئ بقوه كبيره جدا جدا 67 نقطه. كابتن وائل جمعه 66 نقطه، وبعد كده حسام حاج علي 63، دكتور طارق الجنامه 60 ايضا موسم يعني بدايته حلوه. احمد المحمدي 57، وعبد العزيز السليتي 57 برضه، وعندنا هاني خيري 55 نقطه، والاستاذ سالم الهملي طبعا صديقي الجميل زي ما انتم شايفين كده جاب 46 نقطه، وابراهيم خضره 41، وعبد العزيز النصر 36 نقطه. وفي المركز ال 14 طبعا كابتن حسام الدمسيسي 34 نقطه. ده كده دوري فريق بين سبورتس. نبتدي على طول بدوري بين سبورتس ومعانا كابتن عادل الشتي طبعا زي ما انتم شايفين كده 80 نقطه. كان عمل بنش بوست وكانت يعني بالنسبه لي جوله مميزه جدا جدا ليه برايا وسانشيز في حراسه المرمى. عندنا مين بقى؟ عندنا جافارديول طبعا جاب له الهدف وجاب هدف مهم جدا طبعا لمانشستر سيتي وروجرز، وعنده كابتنه جواو بيدرو فكانت طبعا كانت مميزه جدا جدا. وما عندوش هالاند، ما عندوش هالاند برده احد المفاجآت يعني، وطبعا كان عنده سابوزلاي. فجوله ممتازه جدا جدا لكابتن عادل، اللي سعداء جدا بانضمامه طبعا للدوري فريق بين سبورتس. على طول الفريق الثاني معانا بقى وهو محمد سعدون الكواري اللي كان عامل برده يعني نفس الكلام بنش بوست زي ما انتم شايفين برايا وفيربروخن في حراسه المرمى. كالافيوري كان عنده لاعبين الحقيقه ما شاركوش طبعا زي ما انتم شايفين بيدرو بورو، كاديجلو طبعا لاعب نادي برايتون، وعنده كابتنه برونو فرنانديز اللي ما عملتش مفعولها، لكن كان عنده روجرز زيليس طبعا لاعب نادي ارسنال، وعنده جواو بيدرو. فكانت الى حد كبير جوله ممتازه جدا ب 67 نقطه. اللي بعديه على طول كابتن وائل جمعه. كابتن وائل جمعه طبعا في هذا الموسم هو خلاص مع النادي الاهلي طبعا، ويعني منصب كبير جدا ومهم جدا لكابتن وائل جمعه، وان شاء الله يعني يوفق فيه. زي ما انتم شايفين كده جاب 66 نقطه في هذه الجوله. وطبعا كان عنده رايا، كان عنده كالافيوري، كان عنده جافارديول، وكان عنده دفاع قوي جدا جدا وحراسه مرمى نموذجيه. كان عنده فيسكوفيتش طبعا وعنده جافارديول وعنده كالافيوري الثلاثي اللي تالق جدا مع نيداي، وعنده جواو بيدرو وعنده هالاند في الكابتنه. فكانت الى حد ما يعني جوله كويسه، لكن كان ممكن يعمل البنش بوست. لو بصيتوا على البنش كده كده هتلاقوا عنده اجر ب8 نقاط، وروندون ب6 نقاط، وفيربروخن ب6 نقاط. فكانت ممكن يعني تبقى حلوه جدا جدا
لو عملت بنش بوست. في كل الاحوال جوله متميزه جدا جدا لكابتن وائل جمعه. خلينا بقى ناخد على طول اف بي ال عرب يوتيوبرز، الاصدقاء كلهم متواجدين زي ما انتم شايفين كده. محمد الاطرش زيكو في المركز الاول ب 96 نقطه، وكان هو نجم هذه الجوله طبعا. وعندنا طبعا السلطان بن ناصر زي ما انتم شايفين كده جاب 87 نقطه، جوله ممتازه. احمد الكايل 76 نقطه، معودنا دايما احمد الكايل بيبدا بشكل قوي جدا. والرهوان طبعا صديقي الجميل 75 نقطه. وعندنا مين تاني؟ احمد فرحات 70، البوب شو 69، ونشامه زي ما انتم شايفين محمود الزوبي 61 نقطه. انا طبعا انتوا عارفين عندي فرقتين، فرقه يعني دايما اللي بلعب بيها، وفرقه تانيه كده بختار دايما في اول الموسم بعمل تشكيلتين، اعمل او العب بالفرقه دي ولا العب بالفرقه دي. المره دي الفرقه طبعا هوريها لكم كمان شويه جبت سكور حلو جدا 77 نقطه، وكانت يعني بالنسبه لي جوله حلوه. وعندي الفرقه الثانيه زي ما انتم شايفين جاب 49 نقطه، فمش عارف بقى لسه هلعب بقى لي فرقه الحقيقه. محمود الزوبي 61 نقطه، وعندنا محمد الجفري 60، وعندنا كمان علي ايمن فانتزاوي 58 نقطه، دكتور سامح فانتاستيك فانتزي والحمد لله على السلامه طبعا دكتور سامح عوده جميله ب 57 نقطه، ندى علي ندى 57 نقطه ايضا، ومحمد عبده طبعا دكتور فانتزي 57 نقطه. عندنا ثلاثه جابوا 57 نقطه، وبعد كده طبعا كابتن عطيه عبد الخالق 47 نقطه، وعندنا ايمن ولا طبعا في المركز ال 14 47 نقطه، وعندنا مدمن فانتسي 43 نقطه، واف بي ال فوكس صديقي الجميل طبعا كابتن شريف. ففي كل الاحوال جوله كانت يعني جيده لهذه القائمه الجميله من المشاهير. كمان عندنا النهارده جبت لكم كده حاجه ما جبتهاش برده كتير، دوري سري والصحبه الكريمه. طبعا فيها مين؟ فيها كل يعني اصدقاء كده ارزع. وفي المركز الاول 79 نقطه عمر ديولا طبعا، عمر حسين راشد، وطبعا جو احمد يوسف في المركز الثالث 70 نقطه. عندنا احمد عصام في المركز الخامس 64 نقطه، عندنا احمد اشرف في المركز السادس 62 نقطه. مين تاني؟ عندنا طبعا ارزع زي ما انتم شايفين لو نزلتوا شويه، او خلينا نشوف الاول محمد حسين راشد طبعا المتالق جدا على اليوتيوب الحقيقه بحلقاته الجميله واللايفز الجميله للمباريات. 11 في المركز 11 طبعا ب 58 نقطه. مشهور في المركز ال 13 53 نقطه، وارزع في المركز ال 19 طبعا زي ما انتم شايفين كده في 48 نقطه. وطبعا جبت لكم يوسف عثمان في اخر الحلقه، لازم تشوفوا الحلقه الاخيره علشان تشوفوا فريق يوسف عثمان. هنجيب على طول اول واحد في القائمه كان زيكو جاب 96 نقطه في الجوله دي، جوله قويه جدا جدا لزيكو الحقيقه زي ما انتم شايفين كده. ترتيبه كمان ال 3009 على العالم ببنش بوست متميزه جدا، ما عدا يمكن حارس المرمى بس اللي هو لامنز حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، لانه كان جايب 2 من مانشستر يونايتد لامنز وماجواير. وطبعا كالر كان اختيار حلو جدا، وكان عنده بقى وايت، وكان عنده دي كوبر طبعا اللي تألق جدا في هذه الجوله، وكان عنده مين تاني؟ عنده كابتنة هالاند جواو بيدرو، عنده كمان جابكو 12 نقطه، كانوا حلوين جدا. فكانت جوله ممتازه جدا جدا لصديقي الجميل محمد الاطرش زيكو. وبعد كده على طول السلطان عمل برضو نفس الكلام بنش بوس 87 نقطه، جوله حلوه جدا بدي كوبر برضو في بروخن ثنائي من فريق نادي برايتن. بالنسبه لي طبعا كانت فيها يعني قوه كده ومفاجاه. وايت وعنده كالافيوري، عنده برونو فرنانديز في الكابتنه طبعا ما عملش حاجه، وعنده جامز وعنده توزيلس وعنده جواو بيدرو برضو. كانت جوله ممتازه جدا لصديقي الجميل سلطان بن نصر. اللي بعديه على طول بلوك 5 اف بي ال عبد الله العليان 82 نقطه، جوله متميزه جدا جدا لواحد من المتالقين دائما الحقيقه عبد الله العليان. اجر طبعا وايت، وعنده مين تاني؟ عنده كالافيوري، وعنده في الكابتنه هالاند برضو، عنده جوميز، وعنده مين تاني؟ سابوزلاي، وعنده جواو بيدرو. طبعا معظم الاصدقاء طبعا عندهم جواو بيدرو. انا بوريكم طبعا الفرق علشان نحاول يعني نطلع كده لعيبه ممكن نفكر فيها المشاهير دول واليوتيوبرز طلعوهم في فرقهم. عندنا بعد كده نور ماجد جاب 80 نقطه برضو، جوله حلوه جدا بفيربروخن بوايت بمين تاني؟ بروندن بنداي بسابوزلاي بجواو بيدرو، هم دول اللي طلقوا عند نور ماجد. وترتيبه طبعا زي ما انتم شايفين 99000 على العالم. تنونو بقى فرقتي اللي بقول لكم عليها فيربروخن طبعا، وعندي مين تاني؟ كانسلي ما عملش حاجه، كالافيوري ووايت، وعندي طبعا مين تاني؟ ناداي، وعندي سابوزلاي، وعندي هافرتس في المقدمه، وعندي جواو بيدرو 77 نقطه، كانوا حلوين جدا. ترتيبي طبعا 170000 على العالم. كل طبعا الترتيبات دي في الاول يعني هتتغير بعد كده. على طول احمد الكيال 76 نقطه زي ما انتم شايفين برضو، عمل البنش بوست بجواو بيدرو ببالمر بقى، دي حلوه جدا بالمر واجر ووايت وكالفيوري ومين تاني؟ هم دول اللي تألقوا يمكن في هذه الجوله مع فيربروخن حارس المرمى. عمر حسين راشد برضو كان عامل جوله حلوه جدا 79 نقطه زي ما انتم شايفين بوايت بكالافيوري بفيربروخن برضو في حراسه المرمى بجابكو بمين تاني؟ بجواو بيدرو. فكانت جوله ممتازه
ممتازه جدا جدا، ترتيبه 99000 على العالم. اللي بعديه على طول اف بي ال يونيفرس، طبعا واحد من الاصدقاء الاعزاء جدا كابتن او المهندس محمد 75 نقطه. الرهوان زي ما انتم شايفين كده بتاركوفسكي، طبعا كانت يعني مفاجاه برده تاركوفسكي شويه. كالافيوري وكايودي برضو 13 نقطة، حلوين جدا لكايودي واختيار متميز جدا. نداي طبعا وجواو بيدرو هم دول تألقوا في هذه التشكيلة. البوب شو 69 نقطة، جاب مين؟ فيربروخن برضو، كالافيوري وجوميز ويعني توزلس برضو جواو بيدرو، هم دول اللعيبة اللي تألقت. واوشي طبعا جاب 4 نقاط برضو ب 69 نقطة للبوب شو. نيجي بقى الفريق محمد القاضي ملك الديفرنشلز يا جماعة، والله ليك وحشة يا كابتن محمد والله، ودايما يعني كابتن محمد عنده كده الديفرنشلز. خلينا نشوف فرقته كده. في البروخن يومي طبعا، وعنده وايت، وعنده في نص الملعب فيرت، وعنده واتارو دانجو، وعنده بقى هين شيرورد يا جماعه، مش ممكن اختيار عالمي الحقيقه. وجاب له 16 نقطه رغم المباراه كانت صعبه. وطبعا برايتون كان بيلاعب نادي استون فيلا، لكنه تالق بشكل غير عادي الحقيقه في هذه الجوله. وطبعا اختيار عالمي جدا من كابتن محمد القاضي، دايما ملك الديفرنشز يا جماعه. ويعني يمكن من كل اليوتيوبرز وكل الاصدقاء هو الوحيد اللي جاب هذا اللاعب. وطبعا عنده هافرز وجواو بيدرو وهالاند في المقدمه، فكانت جوله ممتازه جدا جدا ب 64 نقطه لمالك الديفرنشز كابتن محمد القاضي، اللي دايما ببقى سعيد بان احنا بنتواصل مع بعض. ويا رب دايما كده متالق، ويعني يكون موسم جميل علينا كلنا. محمود الزوبي طبعا في المركز اللي بعديه على طول 61 نقطه. عنده مين تالق؟ عنده وايت، ما عملش هو البنش بوست، وكالافيوري. مين تاني؟ عنده جابكو برضو تالق بشكل كبير جدا. كان عنده طبعا بقى فيربروخن على البنش ب6 نقاط مكان لامرس، اللي كان طبعا لعب بثنائيه برضو من دفاع نادي مانشستر يونايتد، لامنز وماجواير. ولكن في كل الاحوال جوله حلوه برضو لمحمود الزوبي 61 نقطه. محمد الجفري اللي بعديه على طول 60 نقطه، صديقي الجميل كالافيوري ووايت. وعنده مين بقى؟ عنده باليسترا طبعا ما لعبش في دفاع نادي تشيلسي. وعنده مين تاني؟ توزلس، وعنده جواو بيدرو، هم دول تألقوا عند محمد الجفري. اللي بعديه على طول علي ايمن فانتزاوي 58 نقطه، زي ما انتم شايفين كده. عملش برضو البنش بوست كينسكلي. وعنده طبعا يا جماعه سانجاري على البنش ب 14 نقطه، كانت اكيد يعني صدمه كبيره جدا جدا لعلي ايمن فانتساوي، وكانت هتفرق جدا معاه طبعا. 58 نقطه 14 نقطه كانوا هيودوه في حته ثانيه طبعا سانجاري. اللي بعديه على طول ندى علي ندى، اللي جاب في الجوله دي 57 نقطه. وزي ما انتم شايفين كده عنده وايت وكالافيوري وعنده ماجواير، معظم الناس يعني جابت هذا الثلاثي. وعنده روجرز برضو، وعنده جواو بيدرو، وما عندوش حد على البنش الحمد لله جاب نقاط. اللي بعديه على طول دكتور فانتزي، اللي جاب في الجوله دي 57 نقطه. وعنده طبعا جابرييل واجر، وعنده سابوزلاي. لكن عنده مين؟ عنده سلاتر لاعب نادي هال سيتي على البنش ب6 نقاط، كان يعني طبعا هيفرقوا برضو. نداي وجواو بيدرو هم دول اللي تألقوا طبعا، وكابتنة هالاند. دكتور سامح فانتاستيك فانتزي، والله زمان يا دكتور يعني فرحان جدا طبعا. سامح طبعا دكتور سامح يعني حبيبي جدا طبعا، اخيرا رجع مره ثانيه للليج زي ما انتم شايفين في البروخن. وعنده مين تاني؟ عنده كالافيوري، وعنده اوديجارد برضو. دايما دكتور سامح عنده لعيبه مميزه عملت شغل حلو جدا. وعنده جواو بيدرو وكيفن شادي طبعا عنده جاب له 3 نقاط. واخر فريق بقى معانا النهارده هو فريق يوسف عثمان طبعا، اللي انضم ليه يعني فريق ارزع طبعا، ومتالق بشكل كبير جدا في الفانتزي. هو طبعا الفيديو بتاعه اللي كان يعني كوميدي جدا بتاع ان هال سيتي هيبقى فريق يعني حصاله وفريق نادي فولم. الحقيقه الاثنين عملوا يعني مباراتين حلوين جدا. صحيح نادي فولم يعني تشيلسي كسب في الاخر، لكن هال سيتي طبعا عمل مباراه كبيره جدا امام مانشستر يونايتد. كان عنده فيربروخن، كان عنده كالافيوري، وكان عنده روندن، هم دول اللي تألقوا مع برونو فرنانديز وموبويمو طبعا ما عملوش حاجه. فكانت جوله برده الى حد كبير يعني يا دوبك هو السيفتي 53 وهو جاب 48. اكيد طبعا بنتمنى التألق ليوسف عثمان، واحد من المتميزين جدا ورائعين جدا على اليوتيوب. حاجه في حلقتنا النهارده هو طبعا ليك كابتن نونو، اللي يعني سعيد جدا بانضمام ناس جديده دايما. زي ما شايفين كده محمد ابو العيله كاتا جاب 102 نقطه ما شاء الله، يعني 102 نقطه. قاسم سمرين طبعا زي ما شايفين كده جاب 101 نقطه، نتائج عاليه جدا. احمد عصام برضو في المركز الثالث 99 نقطه، نتائج مبهره جدا من اصدقائي اول ثلاثه. ودايما طبعا سعيد جدا بكل الاصدقاء اللي معانا في دوري كابتن نونو. اكيد اللي ما انضمش لدوري كابتن نونو ينضم، وان شاء الله باذن الله كده دايما مستمتعين مع بعض بالفانتزي دي. كده كانت حلقتنا، والى اللقاء.